هذا المخيم أيضا في حال استمرت العاصفة الثلجية أيضا مهدد بالحصار، وهنالك أيضا أنباء بأنه تفيد هنالك طرقات فرعية قد تقطعت الآن نتيجة الهطولات الثلجية الكثيفة. يا دهر ما أقساك من متلون في حالتيك وما أقلك منصفا. إيش طالع تعمل بهالبرد؟ طالع والله من موتين كشف الطريق هبطت هاي. هو لسان حال النازحين في مخيمات الشمال السوري بعد غرق مخيماتهم بمياه الأمطار والثلوج وتهدم عدد من خيمهم، في تكرار لمشاهد المأساة المرافقة لهم كل شتاء دون أي عمل جدي أو التفاتة من الفصائل التي لا هم لها سوى فتح المعابر وجني الأرباح الطائلة منها، بل وافتتاح المولات والمشاريع التجارية على مقربة من النازحين. هاي المي هي اللي عم تدخل على خيام النازحين، هاي المي هي اللي عم تدخل على الأطفال لداخل الخيام وهن نايمين. ندخل على الخيمة الأطفال عم يرتجفوا. يعني ايش دخلك؟ تصور انك انت بهالخيمة هاي والمي طافت عليك وعلى اولادك، ايش شعورك انت؟ وماذا عن شعور المنظمات؟ هي الصدمة بكل تأكيد، فدائما تأخذهم العواصف الثلجية والمطرية غدرا وتأتي على حين غرة. باخذ خيامنا وما عاد تقدر لأن الأحرامات رش كل دول متودست بالمي. أعوام متتالية والمعاناة ذاتها تتكرر على الرغم من التحذيرات وما يفترض أنه استعداد وتجهيز للحيلولة دون إعادة المعاناة ذاتها للنازحين في المخيمات، لكن الواقع يبقى كما تنقله الكاميرا. من إحدى مخيمات عرسال من الشمال إلى لبنان وتحديدا عرسال، الحال نفسه والوجع واحد عقب اكتساء مخيمات اللاجئين السوريين باللون الأبيض نتيجة العاصفة الثلجية ما فاقم من أوضاعهم الكارثية التي يمرون بها في ظل ضعف التجهيزات وغياب كبير للخدمات الأساسية وصم متكرر للآذان عن المطالبات بإيجاد الحلول من المنظمات الدولية والأممية التي تزيد الطين بلة كما يقال عبر تخفيض الدعم المتواصل وصولا لحرمان المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين 35,000 عائلة سورية من مساعداتها، متذرعة بنقص في تمويلها لهذا العام. فهل تشهد الأيام القادمة حملات لجمع التبرعات لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين على غرار ما يحصل عقب كل مأساة شتوية لقاطني المخيمات؟ شيل بعض الليلي والله العظيم الحزن عنا مي.